هل الملاك يقدروا يرحموا المستأجرين الشهرين دولت علشان احنا في حالة صعبة وظروف اقتصادية صعبة شوية؟ ده سؤال مهم جدا لازم كلنا نتناقش فيه مع بعض. دلوقتي لو انت صاحب ملك، صاحب محل او صاحب شقة، بالذات اصحاب المحلات، اصحاب المحلات اللي شغالة زي حلاقين، زي قهوجية، زي محلات ملابس، زي محلات موبايلات، المحلات اللي هي بشكل عام التجارية، اللي هي المفروض بيتطبق عليها نظام الغلق الساعة 9. هل أنت كصاحب ملك مش المفروض إنك تشارك مع الراجل ده في الخسارة اللي هو بيخسرها؟ زي ما أنت محدد له إيجار وبتقول المحل بيكسب وشغال، مكان شغال 24 ساعة ممكن يفضل شغال. دلوقتي المكان ده بيقفل الساعة 9، والساعة 9 عند القهوجية وعند الحلاقين وعند معظم الناس ده أصلا ذروة الشغل، ده بداية الشغل بتاعه. يعني مثلا مش سوق تجاري مثلا وبيقفل كده كده الساعه 10 مثلا فيبقى الساعه بدري، لا، ده الاماكن اللي هي بيبقى في وسط المساكن، اللي هي في وسط الناس اللي هي بتشتغل اصلا، يعتبر بعد الساعه 9. اتمنى ان اصحاب الملاك او صحاب المحلات يرحموا المستاجرين شويه ويخففوا عليهم الايجار، حتى لو هيشاركوا معاهم بالتلت او بالنص. انا مش عايز اقول النص عشان النص برضه ممكن يقول لك ده كتير علينا يا عم، واحنا برضه عندنا التزامات وهم برضه عندهم التزامات، عشان يقدروا ان هم فعلا يكملوا في الحياه. هم اكيد عندهم عيالهم وعندهم اسرتهم وعندهم مصاريف كتيره. حاول ان انت تشيل معاهم شويه على قد ما تقدر. اعتبر نفسك ان انت اللي شغال في المكان او انت اللي مشغل المكان. هتلاقي ان انت غصب عنك لازم تخسر شويه، فتبقى الدنيا قريبه، ونشيل مع بعض علشان ربنا يكرمنا كلنا ويرحمنا كلنا. ارحموا يرحمكم الله. السلام عليكم.